مرحبا بكم، أنتم على قناة فرانس 24 في حلقة جديدة من برنامج آراء. في تونس منظمة اسمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حاولت الاحتفال بالذكرى 33 لتأسيسها، ولكنها منعت من ذلك. لماذا؟ ترى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات تتدخل في شؤونها، وقالت صراحة إنها ترفض هذا التدخل. ما صحة ما يقال عن الضغوط التي تتعرض لها المكاتب المحلية للرابطة؟ للحديث عن هذا الموضوع أستضيف الناشط الجمعياتي الأستاذ نور الدين الشافعي. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا بك. ويقابلك في الاستوديو ضيفنا الثاني وهو الإعلامي عماد الدايمي. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. ربما البداية معك، هل صحيح أن الرابطة يعني لا تعمل وهي معطلة بسبب ضغوط سياسية من السلطة؟ نعم، الرابطة لا تتعرض فقط لضغوط سياسية من السلطة، بل تتعرض إلى ما يمكن أن نسميه حرب استئصال. هذه الحرب من طرف من؟ من طرف السلطة التونسية، وهذه الحرب التي كانت على عدة فصول، انطلقت منذ انقلاب 7 نوفمبر عاشت مجموعة من المراحل. مرحلة الاستيعاب أولا، ثم ثانيا مرحلة المواجهة، ثم مرحلة الانقلاب، والآن في مرحلة التجديد، وسآتي للتفصيل. مرحلة الاستيعاب، عندما جاء السيد بن علي إلى السلطة في 87 بدأ بمحاولة استيعاب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وذلك باستمالة عدد من مسؤوليها السابقين، رئيسين سابقين وكاتبين عامين سابقين. هل تلمح بكلامك هذا يعني للمناصب، يعني لكونهم تحولوا إلى وزراء فيما بعد؟ نعم، وجاء ذلك رغبة من السلطة التونسية في تلميع صورتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، ثم في إفراغ الرابطة من محتواها وإبعادها عن هدفها الرئيسي، وهو التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. هناك من رأى فيما فعله النظام حينئذ، النظام الجديد حينئذ، أنه خطوة إيجابية. أستاذ نور الدين الشافعي، نتحدث مثلا عن قانون إيقاف التحفظ، هذا الذي يعني ربما يحسب للرابطة وللسلطة على حد سواء. طبعا أنا أريد أن أذكر أيضا بأصل انبعاث الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي تأسست سنة 76 وتحصلت على تأشيرة في 5 مايو 77. والرابطة نشطت ولا تزال تنشط في مجال حقوق الإنسان يعني بحرية تامة، ورغم بعض التوتر الذي حصل بين السلطة آنذاك في أواخر حكم الزعيم بورقيبة، ولما أتى الرئيس بن علي الحالي الذي أنقذ تونس وأنقذ أيضا الرابطة، حيث سنة 88 استجاب لجل مطالبها، وليس لسواد أعين أعضائها، ولكن لأن سياسة التغيير في تونس همها الوحيد هو حقوق الإنسان. وهناك من يرى أن نشاط الرابطة كان طلائعيا في العالم العربي والإفريقي. هي أول رابطة أسست في العالم العربي وفي إفريقيا، ونحن نفتخر بها ويفتخر بها كل تونسي وعربي، ولا يختلف اثنان في ذلك. فلماذا هذا الجدل اليوم؟ لماذا تمنع الرابطة من الجدل؟ هناك في مؤتمر من الاحتفال بذكرها. لا احتفلت بالذكرى. من قال لك 33؟ نعم، الذكرى. لماذا كل هذا الجدل حول منعها؟ احتفلت بالذكرى. لا، عفوا احتفلت بالذكرى. أنت تعرف هناك مشكل بين أعضاء الرابطة، هذه مشكل داخلي وكل الناس يعرفونه، والحكومة لا دخل لها في هذا الشأن ولا القضاء. أستاذ عماد، كان احتفالا عاديا بذكرى 33؟ أنا لا أعلم هل أن الاحتفالات تتم بدون حضور رئيس الرابطة وأعضائها. ربما احتفلت في أحد مخافر الشرطة أو في بعض التمثيليات الدبلوماسية في الخارج. هذه خبر عاري عن الصحة تماما. الرابطة أصدرت بيان منذ أيام وذكرت أنه تم منعها من عقد احتفال بذكرى 33، وهذا يندرج كما قلت في مرحلة التجميد التي انطلقت منذ مؤتمر سنة 2000، عندما استعاد المجتمع المدني الرابطة من الجهات المدعومة من طرف السلطة. وعندئذ تقصد الاختراق السياسي؟
لا أنا قلت أن المراحل التي مرت بها بعد مرحلة الاستيعاب جاءت مرحلة التجميد التي انطلقت بعد مؤتمر 89 والذي فاز فيه الدكتور منصف المرزوقي، واستعصت قيادة الرابطة آنذاك عن مطالب السلطة الجديدة الراغبة في تجميع كل مؤسسات المجتمع المدني تحت لوائها، فقامت السلطة بجهد كثيف ومن أجل افتكاك الرابطة، وافتكتها حقيقة سنة 94 في مارس 93. هذا خطأ لا أتركه يقول هذا. أنت تعرف جيدا أن الاختراق السياسي وأتى من جهات أخرى. ما هي هذه الجهات؟ أنت تعرف ميثاق سنة 88 عندما كل الأطراف الاجتماعية والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية آنذاك أمضت على الميثاق الوطني الذي أسس لحياة سياسية متطورة في تونس. وهناك بعض الذين لم يأخذوا ربما حظهم أو لم يعجبهم هذا الميثاق أرادوا الدخول من تقصد؟ أقصد ربما زملاء وأصدقاء الأخ ربما الذين يسمون بنفسهم حركة الاتجاه الإسلامي آنذاك، وأقولها صراحة لقد اخترقتم وهذا هو الذي لم يرضى به المجتمع المدني. هذه مغالطات، كلها مغالطات. ليست مغالطات، هذا شيء معروف. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لا يوجد اختراق سياسي إسلاموي للرابطة في تونس إطلاقا. نحن لا نتحدث في هذا المجال إطلاقا. هذه الرابطة التونسية لحقوق الإنسان هي أرادت أن تكون تجربة نموذجية في المجتمع التونسي من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة من بداية عهد الرئيس بن علي إلى حد الآن. وقد كانت هناك إرادة حقيقية من أعلى هرم السلطة لضرب هذا الإطار الوطني وتحجيم دوره، خصوصا عندما انطلقت الحملة. هل هذا يصب في مصلحة السلطة أن يقال عنها في الخارج إنها لا تحترم حقوق الإنسان؟ ولكن السلطة متى أدركت أن من مصلحتها أن تكون لديها سمعة جيدة؟ السلطة التونسية عرفت بالمحاكمات الجائرة، وعرفت أنت محاسب على هذا الكلام وأنا غير محاسب عليه. السلطة التونسية عرفت سجل حقوق الإنسان في تونس. أنا لست مستعد أتحدث عليه لأنه معلوم لدى الجميع. سجل حقوق الإنسان في تونس عشرات الآلاف من المساجين والتعذيب وغيرها. سأتركك لسجلات. المرحلة الثالثة انطلقت بداية من مؤتمر 5 فبراير 94، وهي مرحلة الانقلاب، عندما أوعزت السلطة إلى مجموعة من الناس القريبين منها بالانقلاب على هذه الرابطة بعد أن أصدرت قانون. كيف حدث يعني بطريقة ديمقراطية؟ دخلوا انضموا إلى الرابطة. ما العيب في ذلك؟ السلطة التونسية أصدرت قانون في 14 جوان 92 قانون يطالب الرابطة بفتح فروعها للانخراط لكل من يرغب في ذلك، وكان الهدف في هذا هو تعويم فروع الرابطة بآلاف التجمعيين من أجل افتكاكها. تريد أن تكون الرابطة بين أيدي وناس خاصين. الرابطة هي لديها دور هو التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وليس مباركة سياسات الحق في الانخراط فيها. وليس مباركة سياسة. لا أجبني على هذا السؤال. هل أنت ضد انخراط الشعب التونسي؟ هل أنت انخراط بكل أطيافه في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان؟ أنا مع هل لا يمكن الدستوري أو الديمقراطي الاشتراكي أو الأحزاب هل لا يمكن لهم أن ينخرطوا في هذه الرابطة؟ الجميع لديه الحق في الانخراط، ولكن عندما ترفع السلطة ما دخل السلطة في ذلك؟ اليدها الأمنية عن هذا جواب كل الذين فشلوا عن هذا الجهاز المدني في الاستيلاء على هذه الرابطة، لأنه مكسب وطني. فشلوا على الاستيلاء على الرابطة وذلك يوكلون التهم للسلطة. السلطة براء من ذلك. أنا لا أمثل السلطة هنا، أنا أمثل مجتمع مدني، مجتمع. لا تعلم في تونس أن هناك أكثر من 10,000 جمعية، هل كلها تدور في فلك السلطة؟ هل يعني هذا كلام غير مقبول؟ هذا لا يمكن أن نقول ذلك. على كل حال، أنتم وزملائكم ومن موضوع الرابطة قلت أن مررنا من هذه المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التجميد، بداية من مؤتمر سنة 2000. بداية من مؤتمر سنة 2000 عندما فاز مجموعة من القوى الوطنية تجاه القائمة المدعومة من السلطات في سنة 2000 بقيادة المحامي الأستاذ مختار الطريفي. عندها استعاد المجتمع المدني هذه المؤسسة
تحدث لصالحه، فقامت السلطة بإصدار مجموعة من القوانين وأقحمت القضاء الغير مستقل في بلادنا، وأقحمت القضاء غير مستقل في بلادنا، فأصدر حكما قضائيا في جوان 2001. هناك مجموعة من أعضاء الرابطة رفعوا قضية ضد بعض التجاوزات في مؤتمر أكتوبر 2000. هذا تاريخ، هذا لا يمكن أن ينكره أحد. هناك أعضاء في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان رفعوا قضية. القضية هي شأن داخلي للرابطة، ولا دخل. في أي سنة رفعها؟ في سنة 2000. بعد إثر مؤتمر سيدي الكريم من سنة 2000 إلى حد سنة 2010. ولكن والقضية لم تحل. لماذا؟ لأن السلطات لأشير لك ضوابط وتمنع إيجاد حل حقيقي لهذه القضية. الحل العفو. لم يبقى لنا الوقت. عشية 2005 مؤتمر 2005 عشية 2005 تم تفكيك بعض خلايا الرابطة التونسية لحقوق الإنسان داخل الجمهورية، الذين هي في يد هؤلاء الذين هم لا يريدهم. وللبرمجة التلفزيونية قوانينها كذلك. تونس في خير، وبحول الله حقوق الإنسان في خير، ولينعقد نور الدين الشافعي. شكرا لك الأستاذ عماد الدايمي، شكرا لكم جميعا على المتابعة، وإلى اللقاء.